وبس. هل سمعت قبل كده عن حد مدمن إباحية؟ أقصد مش بس شاف فيديوهات لكن مش قادر يبطل مشاهدة. الموضوع مش مجرد تسلية، دي حاجة بتسحب الواحد جواها زي الرمال المتحركة، كل ما تحاول تخرج تغرق أكتر. والغريب إن كتير من المدمنين المواقع الإباحية من المراهقين، ممكن يكون بسبب أهل شديدين جدا متحكمين في كل حاجة، يعني مفيش نقاش، مفيش فرصة للغلط، أو أهل مشغولين جدا مهملين، مش فارق عندهم ابنهم بيعمل ايه ولا بيروح فين، والنتيجة واحدة، شخص حاسس انه وحيد عايز حاجة تهربه من الواقع. طب ليه المراهق بيلجأ للإباحة؟ لما البيت يكون مليان قسوة او مليان اهمال، الطفل بيدور على مكان يحس فيه بالراحة. الابحاث بتقول ان الاطفال اللي اتربوا في بيوت متحكمة جدا او فيها تعب نفسي عندهم حاجة اسمها ألم عاطفي مستمر. الألم ده بيحتاج لمهرب، ولو مفيش حد يسمعه هيلاقي الإباحية قدامه. ومع الوقت كل ما يحس بحزن أو غضب أو إحباط يلجأ لنفس العادة لحد ما تتحول لإدمان. وتلاقيه دايما بيقول أنا حاسس إني لوحدي ومحدش واخد باله من وحدتي. إهداء إلى روح الدكتورة شيري فؤاد، كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.